مؤخرا لما بعض المدربين ابتدت تستخدم المودرن 3-2-2-3 زي ما انت شايف المنظر بيبقى كده، بعض الناس قالت لك الكرة بتعيد نفسها لاجل لو تفتكروا الدبليو ام اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي اصلا القديمه، فقال لك دي هي دي، فهم بيعيدوا نفس اللي حصل. ولكن يا صديقي كرة القدم بتتطور مش بتعيد نفسها. يعني المنظر ده عشان بس نوضح اكتر، المنظر ده كان في بداية الثلاثينات اللي اخترعه هربرت تشابمان علشان يواجه قانون التسلل، ودي كانت البداية الحقيقية اللي انت ازاي تحتل المساحة وتتحكم فيها. المهم يا صديقي الفكرة دي اتطورت في حقبة المجر العظيمة اللي ساعتها طوروا منها وعملوا منها المهاجم الوهمي. زي ما انت شايف المهاجم الوهمي اللي هو كان بينزل عشان يسحب معاه مدافعين الخصم علشان يفضي للجناحات او يفضي للعيبه نص ملعب اللي هم الانسايد فيروردز لو تفتكر اتكلمنا عليهم، ويحتلوا المساحه اللي فضاها الفيرود الوهمي اللي هو علشان يخلق الزياده العدديه اللي ما بين خطوط الخصم ويفضي المساحات اللي في ظهر المدافعين، او علشان يتحكم في المنطقه الخطره دي عامه حتى لو المدافعين سبتوا مكانهم. ودي الطريقه اللي احنا شفناها مع مدربين عالميين دلوقتي وبتتنفذ وبيطوروا منها. علشان نرجع لموضوع نقول لك ان هم بيطوروا من الفكره، مفيش حد بيعيد نفس الفكره اللي هو يعني ممكن الرسوم على الورق بتتغير ولكن المبادئ التكتيكيه نفسها واحده ما بتتغيرش، اللي هو عايزين نعمل تفوق عددي، استغلال مساحه، تامين ضد المرتدات. بس ايه اللي بيخلي المدربين مؤخرا بعض منهم بيستخدم الطريقه دي؟ ده علشان 3 حاجات. اول حاجه يا صديقي وهي الشموليه. يعني الشموليه اللي هي زي ما انا هوريك دلوقتي، اللي هي بتملى ال5 ممرات ال5 كوريدورز دول زي ما انت شايف لو تفتكر، زي ما انت شايف هنا الممرات الخارجيين، الممر المركزي والممرات الداخليين زي ما انت شايف. ركز كده في اللعيبه ماليين الممرات وكل ممر ما بيزيدش فيه عن لاعبين. ده الطريقه المثاليه اللي انت تملى بيها الممرات، اللي الممر ما يزيدش عن لاعبين زي ما انت شايف في انتشار في الخطه دي. والنقطه الثانيه في الشموليه اللي هو انت مالي ال4 زونات من الملعب. لو تفتكر ادي ال4 زونات، الزون A والبي والسي والدي ماليهم كلهم في الملعب، ففي انتشار في الملعب. هم اهو بس عشان اوضح فكرتي زي ما انت شايف دي ال4 زونات. اما يا صديقي تاني حاجه وهي الزياده العدديه واللي هي هوريها لك دلوقتي. فاللي هو المنظر بيبقى كده. يعني ايه نقصد الزياده العدديه؟ يعني في الخط اللي قدام الخطه دي في ال3-2-2-3 لما بيجي يزيدوا على الخصم اللي بيلعب ب4 مدافعين فبيبقوا ساعتها 5 زي ما انت شايف بيبقى كده. بيبقوا لما يعوزوا يكثفوا الضغط عليهم ويعملوا اوفرلود على خط الظهر بتاع الخصم فبيبقوا 5-4 بالمنظر ده. بيبقوا يقفوا 2 هنا في الانسايد فوروردز، بيبقوا في منتصف المساحه هنا، فبيبقى مع المهاجم والاثنين الوينجات، فبيبقى زي ما انت شايف 5-4. فهو كده عمل زياده عاديه على الخصم اللي هو ذا فرونت لاين اوفرلود، الزياده العاديه للخط اللي قدام. نيجي بقى للزياده العاديه في نص الملعب في العمق، واللي هي بتبقى كده. بيبقى الاثنين كده اللي قلت لك عليهم الانسايد فوروردز بيبقوا كده، فاللي هو زي ما انت شايف هنا بص بيبقى 4-3. بيبقى ده المنظر 4 احمر على 3 اصفر، تمام. فده الزياده العاديه اللي في نص الملعب. كده عملنا زياده عاديه الخط اللي قدام والزياده العاديه اللي في نص الملعب. حتى الزياده العاديه ليك في بناء اللعب اللي هو خط الظهر بتاعك كمان في بناء اللعب بيبقى زياده. ازاي بقى؟ اللي هو بيبقى المنظر زي ما انت شايف كده. فهنا بص 5-1، وحتى لو حد يدخل من دول فيبقى كده كده في زياده، فاهم؟ سواء 5-2 او 5-3. فانت حتى في التلت الاول بتاعك عامل زياده، وفي البروجريشن هنا برضو ليك افضليه، وفي الفاينل ثيرد هنا التلت الاخير برضو عامل الاوفرلود بتاعك عليهم. اما بقى رقم 3 وهي الريست ديفنس، اللي انت التامين بتاعك ضد المرتدات، اللي هو لحظه ما فرقتك بتهاجم انت مأمن نفسك لو حصلت مرتده وعكسيه عليك. هو زي ما انت شايف دلوقتي اهي الكوره جت هنا والفرقه بتاعتك مهاجمه، فبالتالي المنظر ده الريست ديفنس هو التوازن الدفاع الهجومي اللي انت
وانت مهاجم ورحت خسرت الكوره، ففي هنا 5 مأمنين لك الدنيا. ال5 اهم، اللي هو 5 دفاع و5 هجوم، وال5 دول في نفس الوقت بيبقوا اصلا حاميين العمق لحظة المرتدة، وبيجبر الخصم اللي هو يطلع على الاطراف ان كمان ما قطعهاش من اول وكان واقف في المكان الصح، لان الريس ديفنس لازم الاتنين دول او واحد منهم بيبقى وازن الدنيا، وهو حلقة الوصل بين خط الهجوم وخط الدفاع، اللي هو اصلا اول واحد هينقض ويبقى جاي من العمق هنا. فدول زي ما انت شايف الريس ديفنس اللي انت بتأمن نفسك دفاعيا لحظة ما فرقتك معاها الكرة قدام. فأما بقى الجمال بقى الحقيقي في القصة دي مش الرسم الثابت، ولكن المرونة والديناميكية اللي فيها. يعني عشان بس نأكد على الكلام اللي قلناه ونوضحه أكتر بطريقة صريحة، اللي انت ديناميكيا بتبقى كويسة لاجل وانت بتمتلك الكورة وعايز تعمل الكثافة الهجومية بتاعتك على الخصم، فبتبقى 3 2 5 والمنظر بيبقى زي ما انت شايف كده. وساعات بتبقى كمان 2 3 5 عادي بتحصل، فبتبقى انت كده مكثف هجومك على الخصم. اما بقى لحظة ما فرقتك بتفقد الكورة، فزي ما بقول لك بيرجع بقى الشكل وبيبقوا في اللو بلوك المنظر ده، وبترجع كمان الجناحات تقفل ورا مع خط الظهر بتاعهم، بيبقى المنظر 5 3 2، يبقى زي ما انت شايف المنظر كده. انت فاهم؟ طبعا بتعتمد على لياقه بدنيه ممتازه للعيبه علشان تعرف تكثف نفسك هجوميا، وتعرف كمان تبقى دفاعيا عامل برضو زياده. فطبعا القصه مش في النظام الثابت ولا الرسمه الثابته، ولكن القصه كلها في المبادئ اللي بتخلي الانظمه دي تنجح. فالقصه كلها ان المدرب يفهم اللعيب بتاعه ان الفكره دي جت منين واتعملت ليه واحنا بنعملها ليه برضو. وهنا انت هتفهم الكوره انت ولعبتك باسلوب مختلف وممتع، واللعيب هينبسط بالتكتيك، مش هيعتبره امر عسكري، هو عارف هو بيعمل ايه كويس علشان ايه. وبس كده يا سيدي، اتمنى اكون عرفت اوصل المعلومه، وكان معكم حازم زياد، حد بيحب يعرف كره تلعب ازاي. سلام.